بطل من جنوب الهند عنده قدرات مش عند اي حد، استاذ في تعليم فنون الدفاع عن النفس. تخيل يا صديقي ان هو يقدر يتحكم في اعدائه من نظرة عين بالتنويم المغناطيسي. ومش بس كده، ده لسه السي مليان. ده عنده موهبة العلاج بالاعشاب لاي مرض مستعصي. فيلم النهاردة اسمه الهند ضد الصين. بيبدأ الفيلم ببطلنا أدرمان وهو بيعلم شباب القبيلة فن الدفاع عن النفس. زعيم القبيلة تنبأ بمرض هينتشر في بلاد الصين وإنه لازم يروح يساعد البلد دي من الهلاك. مترددش بطلنا واداله كتاب في كل الوصفات اللي بتعالج أخطر الأمراض. وفي لحظة ألم من الفراق سلم على ولاده وودع حبيبته ووعدها يرجع لها في أسرع وقت. ووصل أدرمان البلد وملقاش أي ترحيب، زقوه وطردوه وتوعدوا لو شافوه تاني هيقتلوه. مشي ومزعلش، وفجأة حصلت حاجة غريبة. مرض غريب انتشر في البلد ملوش أي علاج. حصلت حالة ذعر بين الناس، اللي بيصاب بالمرض بيكفنوه ويرموه في الغابات للديابة. لقى أدرمان بنت جميلة بين الحياة والموت، قدم ليها العلاج وما ترددش لحظة في علاجها، برغم ان القرية ما تقبلتهوش وطردته قبلها. انتشر المرض بطريقة مش طبيعية واليأس وصل لقلوب الناس. وفي لحظة ما الناس فقدوا الأمل ظهر أدرمان بين ايده البنت اللي كانت مصابة بالمرض، شفيت تماما. شافتها امها ما صدقتش عينيها من الفرحة، جريت عليها وخدتها في حضنها وشكرت أدرمان. أهل القرية ندموا واعتذروا لأنهم عملوه بأسوأ وهو جاي ينقذهم. قبل اعتذارهم وسامحهم وعلمهم ازاي يصنعوا العلاج اللي يقضي على الوباء. ولسه البلد ما فاقتش من مرض خلص على نص سكانها. ظهرت عصابة بتقتل الرجالة وبتخطف الستات. فضلوا يموتوا في الناس بطريقة جنونية ومفيش حد قادر يوقفهم. وعشان يكسروا البلد جابوا حكامها علشان يعدموهم وسط أهلهم. وفجأة ظهرت أسلحة غريبة قطعت الحبال قبل ما يتنفذ حكم الإعدام. ويظهر بطلنا أدرمان وهو باعت الأسلحة دي عشان تنقذهم. العصابة استعجبت والناس مستغربين وفضلوا يحدفوه بالسهام، لكن هيغلبوا مين؟ صد أدرمان كل محاولاتهم وكان محارب عظيم. وهدد زعيم العصابة أدرمان بالاستسلام أو قتل الطفل. من نظرة عين أدرمان اتحكم فيه، أمره ينزل الطفل ويقتل كل أصحابه. فضلوا يموتوا في بعض والناس مستغربين، والباقي جريوا وهربوا وبقوا مهزومين. الناس كانوا فرحانين ومزقططين وقالوا له علمنا ندافع عن بيوتنا، ده احنا اتبهدلنا سنين. بدأ بطلنا يعلمهم كل أساليب الدفاع عن النفس وعلمهم كمان مهارة التحكم في الأعداء بالتنويم المغناطيسي. ومرت الشهور وجي وقت الرحيل. علماء وكبار البلد تنبأوا لو الراجل ده ساب البلد هترجع تتنكس تاني. فكروا فكرة غريبة ما تخطرش على بال الشيطان ذات نفسه. قرروا يحطوا السم في الأكل عشان قدراته محدش يستفاد بيها، وبكل أسى وألم مات واندفن فيها. بدأوا يطوروا قدراتهم بالتدريب المستمر ونسيوا الشخص اللي ساعدهم بالخداع والشر. وبعد مرور سنين طويلة ظهرت في الصورة دكتورة جميلة، دكتورة هندية متخصصة في علم الأحياء. بحثت عن الأسطورة بطلنا وموقفها في قمة الذكاء. نزلت بلد أدرمان، أخدت عينات دم من كل سكانها. اكتشفت ان شاب بيشبه جده تماما، ولقت كمان من عينات دمه ان الDNA مطابق بنسبة 75%. الصينيين سمعوا عن بحث الدكتورة، اجتمعوا علشان يرشحوا افضل المقاتلين لاغتيالها. واحد من اللي قاعدين في الاجتماع قال له انت جايب محترف ولا لسه مبتدئ؟ قال له شايف الظابط اللي واقف بره الباب ده؟ انا اخليه يموت نفسه بدون اي اسباب. سمو بص في عينيه وقال له بلدك محتاجالك، اسحب السلاح وموت نفسك فدا لبلدك. سمو قال له ايه رايك، تحب كمان انت تموت فدا بلدك؟ الدكتورة اعجبت بحفيد الاسطورة العظيم وهو اعجب بيها. ما يعرفوش ان سمو عامل لهم كمين. وهم مروحين من فسحة حب جميلة قابل عمه فجأة والوضع اصبح نيلة. قال له البنت دي بتضحك عليه، جت قريتنا
أخدت عينات دم واختفت من ساعتها. ما صدقش نفسه بودي أدرمان وراح قدام بيتها علشان يواجهها بمصيبتها. قال لها انت خدعتيني وانا كنت ببني بيتك. قالت له انا في الاول صحيح لكن اخرتها حبيتك. ولمح صورة جده واستغرب من الشبه الغريب وبقى مستعجب مش عارف مين عدوه ومين حبيب. بقى زعلان منها وراحت تصالحه. قالت مفيش فايدة لازم اصارحه. واصحابه اتحايلوا عليه وقالوا له انت نيلة كده ليه، وخدته وراحوا معبد للآثار الهندية. قالت له اللي ما يعرفش تاريخ بيبقى يا ابني ضحية. وورت له كتاب جده الطب العظيم وقالت له انت نسخة منه بس عليك شوية طين. اتأثر بودي أدرمان من كلامها وخدته وراحوا مستشفى لسرطان الأطفال. قالت له الأطفال دي فقدوا الأمل في العلاج وانت ممكن تكون سبب في شفائهم. بص عليهم أدرمان واتأثر. قال لها انا تحت امرك بس انا بايدي اعمل ايه؟ قالت له هنعمل لك فحوصات وهنطابق DNA جدك بيك بنسبة 100%، فبالتالي هتكتسب كل مهارات جدك في فنون القتال والمعالجة بالاعشاب. في اللحظة دي وصل سومو في المطار جاي ومحضر اسلحته والفيلم هيبقى دمار. جاي ومحضر فيروس هيحقن بيه كلب من الشارع علشان المرض ينتشر. يا ريت صاحبنا بودي يكون سامع. فجأة وشافته الشرطة قالت له انت بتعمل هنا ايه؟ بص لهم بصة غريبة قال له رد عليا يا بيه. شالهم وطوعهم وما بين كل الناس فضحهم. وفجأة افراد الشرطة اتكتروا عليه. استخدم مهارة التنويم ووقعهم ضحايا تحت رجليه. وحانت لحظة المواجهة وصاحبنا سومو كان مغرور. بص في عيون بودي أدرمان معرفش يتحكم فيه وكان مستغرب واتصل بمعلمه وقال له الشاب ده لازم تقتله. فجأة ولمحهم من بعيد. بص لسواق التوك توك جري وتحرك زي المجنون خبط في كل العربيات والناس قالوا عليه مجنون. والتوك توك اتقلب بيهم والدنيا اسودت في عينيهم. لمح من بعيد سواق تريلا قال له يخش فيهم كمان لا يهمك اشارات المرور واخلع حزامك كمان. وقدر ينقذ حبيبته في اللحظة الأخيرة. فكروني وانا بتفرج على المهمة المستحيلة لكن سومو ما استسلمش وبقى يديهم كمان. سلط عليهم الموتوسيكلات بقت حرب ملهاش امان. اتحدفت الموتوسيكلات عليهم من كل ناحية وبودي بيحمي حبيبته ومفيش قلوب صاحية. اتحكم في سواق تاني ده سومو ملهوش حل. امره يخش فيهم وسط اندهاش الكل. العربيات بتتهد عليهم عربية والتانية. هل سومو كده هيسلم ولا وراه مصيبة تانية؟ ولسه الراجل بياخد انفاسه لقى واحد ماسكه من رقبته وباسه. خنقوا والناس اتحولت زومبي. حصل ايه لو ما كنتش عارف؟ تعالى هنا جنبي. وقدروا يهربوا لكن قال لها الامر ده مش طبيعي. قالت له انا هخليك تبقى في قدراته بس تيجي معايا. هيربطوا جيناته بجينات جده والفكرة رحب بيها عشان الشر يقف عند حده. عملوا العملية لكن ما يعرفوش جودتها والقلق بقى مليهم وما استغربوش نتيجتها. حالته ساءت واتدهورت وسومو عرف مكانه والحسبة اتغيرت. والفيروس كتر وانتشر في البلد بشكل عجيب والطب عجزوا يلاقوا اي طبيب. وقام بطلنا بالسلامة بعد مرور اسابيع والعملية نجحت بامتياز. صاحبنا الصيني عرف مكانه قالوا لازم ننقله في مكان امين. عرف مكانهم وواجههم وعمل لهم كمين. وعشان يوقف العربية شال شجرة على ظهره ده اكيد بياكل فول وطعمية وقفز بطريقة بهلوانية جوه العربية وحدف أدرمان بانتقام على الأرض. اتألم أدرمان وحبيبته جريت عليه وحاولت تدافع عنه في موقف ما تتحسدش عليه. شالها ورماها في الهواء بكل وحشية وما همهاش نفسها كان كل همها حبيبها حتى لو هي تموت. مسك أدرمان ولطش فيه وحط عليه وما سمعش بكاء حبيبته وهي تحت رجليه. فضل يضرب فيه بعنف شديد. معقولة تكون دي النهاية؟ واتبدلت الأحوال. أدرمان بدأ يسد ضربات سومو بطريقة لا إرادية وكان واضح جدا إن جينات جده اشتغلت. وحصل صراع رهيب بين الاتنين
وبطلنا استرد قوته بالكامل، اتحكم في خشب وأوراق الأشجار وحدفهم عليه في موقف رهيب. برغم إنه طيب لكن ما تستهونش بقدراته، اتقي شر الحليم إذا غضب ما بتفرقش حياته. وانتصر قدرمان على الشر وصنع العلاج اللي نهى على الفيروس. وفيلمنا خلص، لكن أفلامنا لسه ما خلصتش. ومشكور لو هتقدر تعبنا، ما تنساش الاشتراك والإعجاب، وما تنساش تعليقك.